لكن استند على ايه؟ اشياء معطيات واقعيه وعلميه. اعطيكم برهان ابن سينا اتى به وهو في منتهى الذكاء رحمه الله فعلا على هذا البرهان العجيب، اثبت فيه وجود النفس وجود الروح في الانسان. كيف؟ الان يا اخواني، من منكم دون ان يتحرك الهواء بعنف حوله يشعر بضغط الهواء عليه؟ 15 20 رطل على كل بوصه ايه؟ مربعه، ولا واحد، ما فيش ضغط عندنا ولا حاجه، عاده طبيعي تماما كما لا تشعر السمكه وهي تمخر ايه؟ في عباب المحيط او البحر باي ضغط. لكن اذا اخرجناها ستشعر انها ايه؟ كانت في بيئه وصارت ايه؟ في بيئه مختلفه، صحيح؟ لماذا؟ لانه هذا يمخر، عفوا هي تمخر ايه؟ في هذا من جميع الجوانب، وهو يحيط بها من جميع جهاتها فلا تشعر به، وبتجانس طبعا وتوازن مثل الهواء. تمام. الآن الزمان يمخر في كل شيء في الوجود، صحيح؟ ما عدا الخالق لا إله إلا هو، كل شيء متزمن، ما في شيء لا يخضع إيه؟ للزمان، كل شيء ولو حتى بعد بليين السنين ويفسد وينحل بفعل الزمان، كل شيء. السؤال: الزمان يتخللنا تماما ويؤثر على كل شيء فينا ظاهرا وباطنا، كيف نشعر به؟ المفروض أن لا نشعر به، صحيح؟ المفروض لا نشعر به تمام، لأنه يتخللنا، نحن نسبح في الزمان. ينتهي ابن سينا إلى القول: إذن في الإنسان مكون لا يسبح في الزمان، غير خائض في الزمان، يقف على الحافة على الشفير. الزمان يسير يتخلل إيه؟ البدن، الجزء المادي فينا، وذاك الجزء الآخر واقف على الشفير لا يؤثر فيه الزمان، غير متزمن. قال: هو النفس، هو الروح. ما في، وإلا ما شعرنا، مستحيل تشعر. الآن إذا ركبت في أسانسير وبصير بأكسلريشن، عجلة منتظمة وما فيش أي استناد خارجي تشوفه، لن تشعر بأنه بيمشي ولا واقف، مثل الطائرة، صحيح؟ تمشي تسير بهذه العجلة المنتظمة، ما فيش غيوم في الخارج، أنت تسمع فقط هذه الموتور وهي واقفة. إذا رأيت غيمة عاد تقول تمشي، صحيح؟ هذا هو. إذن هذا الجزء غير المادي فينا فعلا لا يتأثر بالزمان، وهو الذي يعطينا الشعور بوحدة الشخصية، مش كما يقول الماديون الخلايا العصبية النبيلة، لا، الروح وهي عنصر أو مكون جوهري غير مادي. هكذا يفكر إيش؟ الروحيون أو الروحانيون. المذهب الروحي أو الروحاني في فلسفة الكون والطبيعة يفكر على هذا النحو، ويقول جوهر الوجود وجوهر الإنسان هو الروح وليس المادة، والمادة بكل ظواهرها إنما هي متأثرة بالروح، عكس المذهب المادي تماما. هذا صيغة وهذا صيغة، هذه صيغة وهذه صيغة. ولذلك يمكن الإنسان كما قلنا يعني أن يسمع بغير آلة، أن يبصر بغير آلة، أن يعقل حتى بغير بغير هذه القدرة. بالعكس في شيء أصعب من هيك، يمكن الإنسان أن يعقل خارج حدود كل المتعارف عليه في العلم والفلسفة والمنطق لقوانين العقل. وهذا ما يحدث حقيقة مع أهل الله تبارك وتعالى، كلهم يؤكدون بلغة أبي حامد في المنقذ من الضلال، وهو فيلسوف وعارف بالله، كان دائما يقول: اعلم أيها المعتكف في كهف العقل أن من وراء كهف العقل أفقا أو آفاقا للتفكير أوسع بكثير، العقل إليها كالحس إلى العقل، وللدائرة التي يغطيها الحس تعتبر محدودة، العقل أوسع بكثير. العقل نفسه محدود جدا بالنسبة إلى طور ما وراء العقل، إلى طور ما وراء العقل، طور وسيع وغريب ولا يخضع لكل القوانين المعروفة لدينا في المنطق الصوري وفي العلم وكذا، لا لا لا، شيء أوسع بكثير. طبعا له علاقة بماذا؟ بالروح، له علاقة بالروح الإنساني، بالروح الإنساني. يؤمن بهذا العارفون ويؤمن به الفلاسفة أو بعض الفلاسفة الروحيين، ويحدث لبعض الناس على جهة الاستثناء، ويؤكد لهم هذا، يؤكد لهم هذا. طبعا المادي يحاول دائما إلى آخر لحظة أن يعيد تأويل هذه الظواهر ماديا، يقول لك هذا يحدث ماديا، لكن دائما يفشلون، دائما، خاصة في الأشياء التي مثلت لبعضها تشكل تحديا حقيقيا. مثلا الظاهرة المعروفة في الباراسايكولوجي بالتليباثي أو التخاطر عن بعد، ظاهرة معروفة تماما. طيب، هذه أعجب شيء في هذه الظاهرة أنها لا تخضع لقانون التربيع العكسي، مما يؤكد أنها ظاهرة غير مادية. ليش؟ أي ظاهرة مادية لابد تخضع لقانون التربيع العكسي، هو قانون نيوتن.
بين كل جسمين ماديين قوة إيه؟ تجاذب، كل منهما يجذب إيه صاحبه، تتناسب طرديا مع كتلتيهما، وعكسية مع مربع البعد بينهما، بتساوي ثابت الكتلة الأولى في الكتلة الثانية على مربع إيه؟ المسافة. قانون التربية العكسي. تمام. لو كان هذا القانون يسير على ظاهرة التليباثي، إذا لاستنتجنا بكل يسر وسهولة أن هذه الظاهرة مادية من مفاعيل إيش؟ الدماغ. في الحقيقة العكس هو الصحيح. قال لك كلما كانت المسافة قريبة بين إيش؟ المتخاطرين، التليباثي لا يشتغل جيدا. إذا صارت بعيدة، هذا يعيش في بلد وذاك في بلد آخر، تعمل جيدا. تحدي، وهذا إرشاد وإليه الحجة البالغة. كأنها تقول لك أنا لست ظاهرة مادية ولا أخضع لقانون التربيع العكسي. كلما زادت المسافة كلما ازددت تألقا وتوهجا، لأنني لست مادية، لست ظاهرة مادية. أنا أعرف شخصين صالحين، وجربت هذا، أنا جربت مش يعني سمعت. يجلس أحدهما مثلا لدى العصر يقول أخي الآخر اسمه صالح، أخي صالح اليوم إن شاء الله قرر أن يأتينا زيارة، غدا بعون الله تعالى في يعني في حدود كذا يكون لدينا. يقول له كيف عرفت؟ يقول هو الآن ينوي هذا ويحدث أهله به. في الوقت الثاني تماما يأتي الرجل عجيب، يقول لهم حدثهم، يقول نعم أنا بالأمس حدثت أهلي. في تخاطر كأنهم يجلسان في نفس الحيز، مع أنه هذا يعني بينه وبين صاحبه تقريبا يعني 250 كيلومتر كان. كيف؟ تخاطر تليباثي. تعرفون قصة سيدنا عمر رضوان الله عليه، يا ساري ابن زنيم الجبل الجبل، يقول له. قالوا ايش الجبل الجمال يا امير المؤمنين؟ ايش صار له؟ يخطب، كان يخطب يوم الجمعة، قطع الخطبة وبدأ يناشد السارية، يا سارية يا سارية الجبل الجبل، من استرعى الذئب فقد ظلم. وكان سارية في معركة مع الفرس، وفعلا وقد أصاب منهم بفضل الله تبارك وتعالى، لكنهم التفوا حول جيشه من خلف جبل ولم يشعر بهم. فعمر آذنه وسمعه سارية والتفت، وكانت له الغلبة بفضل الله تبارك وتعالى. فقالوا ما بال أمير المؤمنين يقول كذا؟ فعلي قال اتركوه، ما دخل في أمر إلا خرج منه. قالوا هذا رجل صالح عارف ايش بيساوي، انتوا قدوا هذا كيف؟ يتكلم وبلغ الكلام وسمعه سارية. هذه مش هذه أصعب من ظاهرة التخاطر، هذه تسامع، قدرة الله، رحمة الله على الإمام الأشعري الذي قال إن الله تبارك وتعالى قادر على أن يسمع، يمكن ذكرت أمس هذه أطروش مراكش طنين بعوضة، عفوا أطروش قرطبة طنين بعوضة مراكش، بعوضة تطن في مراكش. الله يستطيع أن يسمع رجلا أطرش في قرطبة طنين هذه البعوضة. طبعا وهو أقدر أن يسمع سارية بن زنيم مناشدة عمر بن الخطاب له. هذه ظواهر روحية، المادي لا علاقة له بها. طبعا يبقى الآن السؤال الأخير، وهل فعلا هذه الظواهر الباراسيكولوجية ظواهر الآن يعني بدأت تتوثق وتوثق علميا؟ نعم. قبل 100 سنة ويليام كلوكس وآرثر فيندلاي وفلان وعلان مختلطة الأمور كانت ومش دقيقة. لكن في العقود الأخيرة في بعض العلماء انتدبوا أنفسهم وغامروا بسمعتهم العلمية أن يعيدوا اختبار هذه الظواهر علميا وفق أحدث المناهج العلمية. والحمد لله نعم، بموازين العلم هي ظواهر ثبت توثيقها. تفسيره ما في تفسير، لا يمكن العلم المادي أن يفسر هذه الظواهر إلا أن يسلم بالمكون كما قلنا الماوراء مادي، بالمكون الروحاني وهو الأصيل، له الأصالة في الوجود مش للمادة، الأصالة للمكون الروحاني. على كل حال طيب.